السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة، وهنحاول النهاردة نستعرض مع بعض آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024. خلاص ناقص أقل من شهرين، وبإذن الله نستقبل رمضان. كل عام وحضراتكم بألف خير. ومن غير ما نطول ونخش في كلام كتير، كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. وعلى طول كده وعلى السريع هنرمي اول قنبله معانا، وهي عوده نجم رمضان المفضل النجم يحيى الفخراني بمسلسل عتبات البهجه، واللي هيشارك معاه في البطوله النجوم سيد رجب وجمانه مراد. المسلسل هيكون عن قصه الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد، اللي سبق وقدم لنا مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه، والاخراج هيكون للمخرج المتميز والمخضرم مجدي ابو عميره. ووراه كده على السريع هنخش على المسلسل اللي شكله هيكون مفاجأة وملحمة، ومسلسل العتاولة. البطولة هتكون للنجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والأكيد إننا مع الثلاثة دول أكيد هنشوف مسلسل قوي وبشكل مختلف تماما. التأليف هيكون لهشام هلال، والإخراج لأحمد خالد موسى. وتخيلوا بقى معانا مسلسل كوميدي هيكون بطولة مين؟ شيكو وكريم محمود عبد العزيز. المسلسل هيكون بعنوان خالد نور وارد ونور خالد، وكمان هيشارك البطولة معاهم مي كساب وآية سماحة وشريف رمزي. التأليف هيكون لكريم سامي، والإخراج للمتميز محمد أمين. ونروح على طول للمسلسل اللي تقريبا مصر كلها مستنية تشوفه، وهو مسلسل الحشاشين. مفيش ألم، مفيش موت، في طيران أسرع من البرق لروحك، من هنا للجنة. البطولة هتكون لنخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم طبعا النجم كريم عبد العزيز وأحمد عيد وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين. التأليف هيكون للمخضرم عبد الرحيم كمال، والإخراج للمتميز بيتر ميمي. وهيطل علينا رمضان ده النجم مصطفى شعبان بمسلسل المعلم، واللي هيشاركوا البطولة النجوم منذر ريحنا وأحمد بدير وسيد رجب وهاجر أحمد. التأليف هيكون لمحمد الشواف، والإخراج لمرقص عادل. وبرضه راجع لينا في رمضان ده النجم أمير كرارة بمسلسل بيت الرفاعي، واللي هيشاركوا بطولة المسلسل النجوم محمد لطفي وأحمد رزق وسيد رجب. التأليف هيكون لبيتر ميمي، والإخراج لأحمد جلال. وبالنسبة للمسلسل اللي لسه تفاصيله الكاملة ما بانتش، هو مسلسل الساعة 5، وده هيكون بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد. ما عرفناش مين هيكون مؤلف المسلسل، ولكن الإخراج هيكون للمتميز هاني خليفة. واضح كده إن النجم حمادة هلال هيكون مستمر معانا بتقديم أجزاء مسلسله المتميز المداح، علشان يفاجئنا بالجزء الرابع في رمضان القادم، وهو مسلسل المداح أسطورة العودة. وهيشاركوا البطولة طبعا هبة مجدي وسهر الصايغ، النجم أحمد بدير، وكمان معاه هيكون خالد سرحان. التأليف والإخراج طبعا كما هو المعتاد، التأليف هيكون لأمين جمال ووليد أبو المجد، والإخراج لأحمد سمير فرج. وهيطل علينا رمضان ده النجم ياسر جلال بمسلسل اللي تم تأجيله لمدة موسمين، وهو مسلسل ألف ليلة وليلة. كما وعد شركة الإنتاج إن الميزانية هتكون مفتوحة وضخمة، علشان يليق بتقديم الرواية بشكل مختلف في التطور اللي احنا شايفينه اليومين دول، وكمان علشان المسلسل يكون جاهز بأجمل صورة ووجه. وهيشارك في البطولة نور واحمد بدير، ياسمين رئيس وشيري عادل. التأليف هيكون لأنور عبد المغيث، والإخراج لإسلام خيري. ونروح مباشرة لمسلسل صدفة، اللي بطولته هتكون لريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب. التأليف هيكون لأيمن سلامة، والإخراج لسامح عبد العزيز. وهيرجع النجم أكرم حسني بعد غياب موسم رمضان اللي فات بمسلسل بابا جه. وهيشاركوا البطولة النجوم نسرين أمين وسما إبراهيم ومحمد أوتاكا. التأليف هيكون لوائل حمدي، والإخراج لخالد مرعي. من مفاجآت السنة دي هيكون مسلسل إمبراطورية ميم، اللي سبق تقديمه طبعا في فيلم للنجمة فاتن حمامة، وهينزل لنا السنة دي في مسلسل من بطولة النجم خالد النبوي. هيشاركوا البطولة النجوم هنا شيحة ونشوى مصطفى ومحمود حافظ. القصة طبعا للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والسيناريو والحوار لمحمد سليمان عبد المالك، والإخراج هيكون من نصيب المخرج محمد سلامة. الآن مع مسلسل الكوميدي الخفيف لانش بوكس، واللي هيكون بطولة النجوم غادة عادل وأحمد وفيق وجميلة عوض،
ومطرب الراب المعروف شاهين. التأليف هيكون لعمرو مدحت والإخراج لمحمد هشام الرشيدي. وبعد غياب كبير هيرجع النجم هاني رمزي في رمضان ده وهيقدم لنا مسلسل بدون مقابل. هيكون معاه في المسلسل ده النجوم عمرو عبد الجليل وداليا البحيري ووفاء عامر. التأليف هيكون لحسام موسى والإخراج للمخضرم جمال عبد الحميد. ومعادنا دلوقتي مع مسلسل سر إلهي. البطولة هتكون لروجينا ومي سليم ومحمد ثروت وصلاح عبد الله. التأليف هيكون لأمين جمال والإخراج لرؤوف عبد العزيز. واستكمالا لإعادة إحياء الأفلام القديمة هيكون معادنا مع مسلسل جري الوحوش. البطولة هتكون لكل من النجوم نضال الشافعي ومحمود عبد المغني وصلاح عبد الله ومحمود حجازي. التأليف هيكون لأحمد صبحي والإخراج لعبد العزيز حشاد. ومع فاكهة رمضان الدايمة والجزء الثامن من مسلسل الجميل الكبير. البطولة طبعا كما هو المعتاد للنجوم أحمد مكي ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيوم وفؤاد ورحمة أحمد. التأليف هيكون لمصطفى صقر ومحمد عز والإخراج للمتميز أحمد الجندي. وهتطل علينا النجمة نيلي كريم في رمضان ده بمسلسل فراولة. هيشاركها البطولة النجوم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأحمد فهيم. التأليف هيكون لمحمد سليمان عبد المالك والإخراج لمروان عبد المنعم. بالنسبة بقى للنجم اللي خلاص ثبت نفسه في الموسم الرمضاني وبقى واحد من النجوم اللي مسلسلاتهم منتظرة بشكل دايم، النجم أحمد العوضي، وهيطل علينا رمضان ده بمسلسل حق عرب. هيشاركوا البطولة النجوم رياض الخولي ووليد فواز ووفاء عامر. التأليف هيكون لمحمود حمدان والإخراج لإسماعيل فاروق. وهيكون معانا برضه مسلسل صيد العقارب. البطولة هتكون لغادة عبد الرازق ورياض الخولي ومحمد علاء وسيمون وأحمد ماهر. التأليف هيكون لباهر دوودار والإخراج لأحمد حسن. وبرضه من المسلسلات اللي تم الإعلان عن نزولهم في الموسم الرمضاني من فترة كبيرة جدا وهو كان مسلسل نعمة الأفوكاتو. البطولة هتكون لمي عمر وأروى جودة أحمد زاهر والنجم كمال أبو ريا. التأليف والإخراج هيكون لمحمد سامي. وغير كده هيكون معانا اكتر من مسلسل كمان بس لسه ما تمش الاعلان عنهم بشكل رسمي. وهيكون معانا مسلسلات زي صلة رحم لإياد نصار واسماء ابو زيد، ومسار اجباري لاحمد داش وعصام عمر وصابرين، وكمان مسلسل ب100 راجل للنجمه سمية خشاب وصلاح عبد الله، واخرهم مسلسل اثبات نسب للنجوم درة ونبيل عيسى. دي كانت كل الاخبار اللي عندنا للموسم الرمضاني المقبل باذن الله. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان ما تنسوش انكم تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.